ثانية بس، ثانية. والله فيديو لا يقل أهمية عن الفيديوهات اللي فاتت، مع إنه لا يعنيك في شيء، ولكن واجب عليا أنا كعبير أعرفك مين اللي أنت بتسمع لها دي في دقيقة إن شاء الله ما نطولش. أنا شخص عادي على فكرة، زي أخوك، زي أختك، زي عيلتك، زي حد قريب ليك. بمعنى إيه؟ إن أنا يا جماعة ما تحسبونيش إن أنا شخص جاي من أرض التقوى وأرض الإيمان وجاي يصلح الكون. أنا شخص مر بظروف سيئة في حياته، اتعلم منها وبيحاول يعلم غيره، عشان لما حد بيجي ينتقدني وبيلاقيني بهاجمه وبرد عليه بيستغرب وبيتفاجئ. او لما بغلط في آية قرآنية بالتشكيل، او لما بغلط في اي حاجة الناس بتبقى عايزة تجلدني، اللي هو فيه انتوا حكمتوا نفسكوا. يعني عيب يا جماعة، كل واحد يتلهي في خيبته. انا شخص عادي، شخص بيتعصب. اهو انا بقول تاني وكل مرة بتعمد اقولها في الفيديو ان انا يا جماعة اقل من الطبيعي والله، عشان محدش يحطني في حاجة وانا مش قدها. زي اخوك واختك اللي بيتعصب، اللي بيخرج عن شعوره ويشتم ويقل أدبه وبيتلخبط وبيغلط ويستغفر ربنا وبيرجع لربنا تاني. أنا بقى الشخص ده على فكرة، أنا الشخص اللي من العيلة ده، فما تحاولش تصنفني. أنا شخص عادي جدا، حتى لو ما كنتش محبوبة في وسط بعض الناس، ولكن الأقلية الحمد لله الأكثر بيحبوني بفضل ربنا عليا. أنا دايما بدعي أقول يعني يا رب اجعل اللي في قلبي يطلع على وشي، يظهر على وشي. فالحمد لله رب العالمين، الناس لما بتشوفني بتحس بالراحة والقبول. فأنا يا جماعة عاملوني معاملة البشر مش الملاك، بمعنى ان محدش يحاول يستفزني، عشان هتستفزني هغلط فيك وهقل منك. ليه؟ عشان ما ينفعش تستنزف طاقتي واتفرج عليك وابص عليك. وإن لبدنك عليك حق، وانا لنفسي عليا حق. انا كرامتي اغلى منك. انا بتكلم على الشخص المؤذي ابو لسان طويل اللي بيدخل يتطاول، يبقى شخص عمره ما علق لي قبل كده في فيديو، ولا اعرف عنه ولا سمعت عنه في طبق اليوم حتى، وفجأة بيظهر لي كده زي القضا المستعجل ويخش يشتم ويقل ادبه من غير ما يسمع اصلا المحتوى بتاعي. واتقي الله وحسبي الله. ايه يا عم، في ايه يا عم الشيخ؟ مالك يا بابا وانت جاي تشطر عليا؟ واحده وحشه روح اسمع للشيوخ. انت جاي بترمي بلاك علينا هنا ليه؟ ولا انت جايه بترمي بلاك علينا هنا ليه؟ فهتنتقدني بأدب، انت فوق راسي وهرد عليك وهشيلك في عيوني الاتنين. هتنتقدني بقلة أدب، هقل منك. ليه؟ عشان ماشية بالعلاج، أقسم بالله. يعني كفاية اللي اتعمل فيها زمان يا جماعة، ما ينفعش. مش هيبقى زمان ودلوقتي، لا احنا خلاص بقى بنعرف نحافظ على سلامنا النفسي وعلى هدوءنا النفسي، ونعرف كل واحد مقامه بس. وصاحب العقل يميز. انتوا بتشوفوا تعليقات الناس عندي ازاي وبتعرفوا تفرقوا، بتشوفوا ناس برد عليها رد محترم وجميل جدا وراقي جدا، وناس تانية قليلة الأدب أهلها ما عرفوش يربوها، فأنا بربيهم بس مش أكتر. والله يا جماعة بحاول أساعد الأهل يعني في التربية، مش كده؟ خفوا علينا شوية. فما تعصبنيش وتخرجني عن شعوري وبعد كده تقولي إيه ده؟ أنت إزاي كده؟ المفروض إنك بتقدمي محتوى دين. لا يا بابا، هو الدين ده بتاع أبو حضرتك مثلا؟ الدين لينا كلنا، وربنا خلقنا وهو اللي هيحاسب. ربنا وحده اللي هيحاسب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا مطلع على القلوب يا أبو قلب بلاك، أنت وهي. سلام عليكم.